في صوت حنفيه بتنقط. الزمالك بينقط. الزمالك امبارح فقد نقطتين قدام الاتحاد. يا جماعه بصراحه الزمالك محتاج تعميره. الزمالك محتاج كده مكملات، محتاج نسوان. مش انا اللي قلت. الزمالك بصراحه امبارح فقد نقطتين مهمين جدا. بدأ يوسع فارق النقاط. لو الاهلي ان شاء الله ربنا يتمم له على خير وهو كسب مباراة المصري هيبقى الفرق 7 نقط. بصراحة الزمالك مش هي اللعيبة اللي كانت في بيراميدز، مش هي اللعيبة اللي كانت موجودة في الاسماعيلي. مش انا اللي بقول، طارق يحيى اللي بيقول. فين اداء ماتش الاسماعيلي؟ فين اداء ماتش بيراميدز؟ احنا مش جدعان يا جماعة. ما انتوا برضو اللي قفلتوا التعميرة ديت، انتوا اللي قفلتوا الماسورة اللي كنت خلوها كانت شغالة وماشية والقش معدن يعني. الحمد لله الزمالك امبارح اتعادل. كانت مباراة مهمة جدا لينا ان الاتحاد يطلع كسبان او يطلع متعادل، وكمان كملت على ان بيراميدز وفيوتشر يتعادلوا 1-1. دي برضو حاجة مهمة جدا لينا، ان صاحب المركز الثاني اللي هو فيوتشر اللي هو المنافس لينا حاليا ان هو يتعادل. يبدأ بقى احنا نوسع النقاط بيننا وبين فيوتشر، بيننا وبين صاحب المركز الثالث وحتى الرابع كمان يعني. وان شاء الله ده يتم على خير لما الاهلي يكسب النهارده المصري، ويصبح فارق النقاط 7 بيننا وبين المركز الثالث، وبيننا وبين فيوتشر الى 5 نقط. ان شاء الله الاهلي قادر ان هو ينهي المسابقه بدري. عندنا مباراه برضه يوم 21 مع الزمالك اللي هو المنافس بتاعنا برضه، ان احنا نكسب المباراه ديت ويصير الفارق 10 نقط. ده هيبقى مهم جدا قبل ما نروح كاس العالم. يبقى احنا عندنا نقاط كبيره جدا. برضو بدأنا مثلا نوصل لنهاية الدور الأول إن أنت معاك فرق 10 نقط، هتبني عليها حاجات كتير جدا. اللعيبة هيبقى ثقتها عالية جدا. الجمهور كمان، جمهور الأهلي اللي رجع له الثقة في اللعيبة، واللعيبة كمان اكتسبت ثقة الجمهور تاني. فالأمور بقت ماشية زي ما بقول، المعادلة بقت ماشية كويس جدا. أنت مطمن للعيبة واللعيبة مطمنة لك، وإن أنت بتدعمها وإن أنت بتشجعها، فأنت دايس على الرابع، دايس على الرابع. ده حاجة كويسة جدا. الاهلي يفضل محافظ على الاداء ده، الاهلي يفضل محافظ على ثقه الفوز ديت. انت انتصار بعد انتصار هيخليك تمشي زي الاسد، هيمشي زي الحصان، زي الرهوان، مش زي الرهوان اللي بدون مكملات. دي حاجه حلوه جدا. في حاجه تانية عايزين نتكلم فيها، احنا لاحظناها امبارح كلنا. حسام حسن كان في الاهلي تحس ان راكبه جن. الراجل بصراحه يعني ما كانش فيه خالص، ما تقوليش ان هو كانش بياخد دقايق. يا جماعه اللعيب الكبير او اللعيب الدولي انت بتشوفه من اول مباراه، بينطق معاك. علي معلول يوم ما كان جاي وحسام البدري مقعده على الدكه، كنا بنلعب الزمالك ويومها اتغلبنا من الزمالك، الناس كلها بتقول لي الراجل ده مقعد علي معلول ازاي المباراه اللي فاتت دي، او ليه احنا جايبينه انت مقعده. لعيب دولي، لعيب مهاري، لعيب ثبت ثقل. انت بقالك كام سنه بتعاني ان علي معلول لما بيغيب ما عندكش البديل بتاعه. انت نفسك لما بتلعب ايمن اشرف ولا بتلعب اي حد مكانه بتحس ان جبهه الشمال ميته. مش هنقول مثلا 50 او 60%، لا انت مش عاجبك اداء الجبهه ديت. انت نفسك بتقول عايزين بديل علي معلول، لان انت كان عندك فيها اسماء قويه جدا زي سيد معوض، زي جilberto، يعني كان دايما الجبهه دي عندك فيها واحد حلو. انت دلوقتي لحد النهارده ما انتش ملاقي بديل علي معلول. فانت اللاعب الدولي بيبان من مجرد ما يلبس تيشيرت الاهلي، بيبان على طول. اليو ديانج انت جبته، شوف النهارده عامل ازاي، انت ما تقدرش تستغنى عن اليو ديانج. حمدي فتحي يوم ما جه لعب اول مباراه للاهلي انت قلت خلاص احنا عوضنا حسام عاشور. تمام. ليه؟ الراجل نزل اول مباراه، اعتقد يوم احنا كسبنا تقريبا 3، كان بيلعب مع حسام غالي في نص الملعب. احنا قلنا خلاص يا جماعه الاهلي خلاص ما عدناش محتاجين حد في نص الملعب، فاحنا محتاجين فعلا لعيبه بالتيشيرت ده، لعيبه رجاله في الملعب، لعيبه بتظهر صفاتها على طول، مش لاعب بقى ينزل زعلان مره واثنين وثلاثه. انت ممكن تزعل ان انت تقول حسام حسن هيرجع تاني ومش هيرجع تاني، بس خلينا نكون متفقين ان اللعيب الدولي، اللعيب اللي بيتحمل تيشيرت الاهلي ده ليه مواصفات خاصه، مش اي لاعب اقدر اجيبه. تمام. دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى كهربا خلاص اصبح متاح للاعب. دي حاجه كويسه جدا. بنأكد ونقول كهربا لو خد مباراه كويسه جدا ورجع لفورمته هيفرق مع لعيبه الاهلي كويس جدا، هيفرق مع التيم كله. تمام. كذلك احنا شفنا مروان عطيه دخل في قائمه الفريق، شفنا خالد عبد الفتاح. يعني ان شاء الله نقدر ان احنا نستفيد
باللعيبه ديت تخش في التيم بتاعنا، تدي اضافات قويه جدا. لان احنا فعلا لما كنا في المركز الثاني وفارقين عن الزمالك، او الزمالك كان متصدر الدوري، او احنا كنا متعادلين في النقاط، احنا كلنا قلنا لا عايزين تدعيمات، عايزين كذا، عايزين صفقات، لان احنا ما بنرضاش بالمركز الثاني. فبالتالي اللعيبه ديت هي الصف الاول لمنتخب مصر، لازم اللعيبه دي تكتسح اي فريق تقابله. عندنا مباراة مهمة جدا بعد مباراة المصري، بس أهم حاجة إن شاء الله نفنش مباراة المصري. عندنا قبل كأس العالم تفنشة حلوة، أنت لو خلصناها على خير إن شاء الله هتفرق معانا الفترة الجاية كويس جدا. بناء عليها المهاجم برضو لازم يجي بأسرع وقت عشان يبدأ ياخد وقت كبير جدا في الانسجام قبل كأس العالم، وده يقدر يفيدنا إن شاء الله. مبروك للأهلاوية، إن شاء الله تتم على خير النهاردة بالليل. نشوفكم إن شاء الله بكرة بعد المباراة، وإن شاء الله الأهلي يفرح كل جماهيره.